مساء الخير عليكم، مساء الخير يا القاهرة على 102.2. أعزائي المستمعين، أهلا بكم ولقاء جديد كل يوم أربع، والفترة مفتوحة من دلوقتي لحد الساعة 7. احنا معاكم بوسط التنفيذ على الهواء، الهندسة الإذاعية محمد إبراهيم، الإخراج عاطف الشيخ، وبسعد بكم دايما شيرين الدسوقي من أسرة المذيعين. القيم الإنسانية هل هي موجودة بغزارة في مجتمعنا دلوقتي؟ القيم الإنسانية هي إيه؟ إزاي نعلي القيم الإنسانية لدى أنفسنا ولدى أبنائنا ولدى المجتمع؟ كل المواضيع دي هنناقشها النهاردة مع الأستاذ أحمد كمال حسنين، استشاري محور التعليم والتدريب باستراتيجية التنمية في مصر وخبير التنمية البشرية. أعزائي المستمعين، احنا معاكم 239 23 7 11 و 239 21 4 37. احنا مع بعض على 102.2 وراديو القاهرة الكبرى. بنرحب بالأستاذ أحمد كمال حسنين، خبير التنمية البشرية واستشاري محور التعليم والتدريب باستراتيجية مصر المستدامة. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم نبتدي بالقيم الأخلاقية، لازم نحيي التحية ونحيي بأحسن منها. طبعا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. عندنا مبادئ كده وقيم انسانيه كده، ولا عايشين عايشين بره الحمد لله ان شاء الله. طيب، لو فصلنا بقى يعني ايه كلمه اعلاء القيم الاخلاقيه؟ ما هي القيم الاخلاقيه في الاول؟ كل انسان فينا بيبقى عنده جوه نفسه مخزون من القناعات والاخلاقيات اللي اتربى فيها من خلال البيئه اللي نشأ جواها والمجتمع اللي اتأثر فيه. ده معناه ايه؟ معناها ان هي الصفات النفسية اللي بتحدد على ضوءها ازاي ينبغي ان تكون وازاي تتصرف. وبتعتبر القيم الأخلاقية هي اللي بتحكم الأفراد والمجتمعات وتضع الضوابط ليهم اللي بيستطيعوا من خلالها معرفة الصواب والخطأ والصالح والضار. يعني النهارده لما بقول لحضرتك مثلا انت لما بتتعامل مع حد اكبر منك بطريقه فيها نوع من الادب او نوع من الحياء، ده نوع من الاخلاق اللي بتربى عليها، اللي بتبقى ليها تاثيرها الداخلي عندي واللي بورثها للاجيال اللي بعد مني وهكذا. لو انا تعاملت بشكل فيه مبدا بذيء في التعامل، فبالتالي نفس الشيء بيفضل موروث للمجتمع. فاذا هي القناعات والثوابت الرئيسيه اللي الانسان بيتعامل بيها وبيتاثر ويؤثر فيها من خلال المجتمع. يعني لو قلنا ايه هي الثوابت برضو هنعرفها كده. يعني النهارده لما اتكلم مثلا عن قيمه الصدق، ايه قيمته في المجتمع، وان هو لما بيكون في تعامل بصدق وشفافيه بيحل السلام الاجتماعي. ايه قيمه مثلا التسامح، وانا النهارده ازاي لما اكون بقدر اتسامح وبدل اللي قدامي ثقافه ان انا مقتدر عليك وان انا اقدر ان انا اعمل او اسوي، ولكن من اخلاقي ان انا اسامحك لانك بتعترف باخطائك. قيمه الشهامه، المروه، النخوه، الوفاء، ودي من القيم المهمة جدا طبعا اللي في المجتمع. في قيمة كمان من القيم الأخلاقية اللي مش أي حد بيبقى عنده الثقافة دي، ولكن بتبقى على فكرة من أهم الثروات الاجتماعية. قيمة ثقافة العمل التطوعي. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة. دايما بيقولوا ان المجتمع او اي دولة في العالم عشان توصل لمرحلة الرخاء والادخار ليها 3 عوامل رئيسية هي ثرواتها: الثروة المعدنية والثروة البشرية والثروة الاجتماعية. الثروة المعدنية دي اللي هي بتمثل في بترول، في غاز، في مكتشفات تحت الارض، بيطلعها بيبيعها، بيقدر من خلالها يعمل رخاء وادخار للمجتمع كويس. الثروة البشرية ان انا عندي ناس بيقدر انها تتعلم كويس، تثقف كويس، عندها افكار، عندها ابداع. الناس دي بتتقابل مع بعض، بتعمل مشروعات، المشروعات دي بتتحط في بنوك، المشروعات دي بتعمل ارباح، الارباح دي بتتحط في بنوك، البنوك دي بيعمل من خلالها ادخار مجتمعي او تسليف للمجتمع. فبتبدا نوع من انواع التجاوب المجتمعي، بيكونوا نماذج بعد كده بيحتذى بيها. طيب الثروه الاجتماعيه هي ان انا النهارده ازاي اعمل نوع من انواع التكافل والتكامل المجتمعي. يعني انا النهارده لو عندي قيمه معينه وشيء معين انا بتميز بيه عن الاخر، ازاي بتعامل بيه وانقله للاخر. ازاي النهارده ان انا احتوي الانسان الفقير، ازاي ان انا احتوي الانسان اللي هو عنده العوز او الاحتياج. فبالتالي من خلال مبدا التكافل والتكامل ده بدي نوع من انواع السلام المجتمعي، من خلال اني انا بعمل نوع من التسامح والمروه وخلافه. بدي نوع من انواع الثروه البشريه لان انا بقدر ان انا اقوم بني ادمين وهكذا. طيب دلوقتي نرفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره.
لسه مكملين مع بعض فترتنا اعزائي المستمعين، ومساء الخير يا قاهره. ومعانا منورنا في الاستوديو استاذ احمد كمال حسنين، استشاري محور التعليم باستراتيجيه مصر المستدامه وخبير التنميه البشريه. احنا كنا بنتكلم على اعلاء القيم الاخلاقيه. صحيح. وتحدثنا ما هي القيم الاخلاقيه زي الصدق، الامانه، الاخلاص، تسامح، المرونه، الحاجات دي. هو متهيألي يعني المجتمع المصري فيه صحيح. الصفات دي غالبة يعني على الطباع. صحيح. يعني ايه الواحد لما يعمل حاجة كده يتكسف من نفسه ان هو نادل. الحياة بغض النظر على المثل اللي بيقول لك عيش نادل تموت مستور. مش دعوة احنا بالموضوع ده. بس لكن احنا طبعا عايزين يعني دلوقتي ضغوط الحياة بتأثر على القيم الأخلاقية اللي جوانا. يعني ممكن يظهر طبع الأنانية. صحيح. ممكن يظهر طبع يعني مفيش إخلاص. صحيح. يعني الحاجات دي كلها. يعني كلمنا برضو عن موضوع ضغوط الحياة دي وازاي نتأقلم معاها بجانب القيم الأخلاقية. طيب أنا عايز أقول لحضرتك إن دايما الحياة بتأثر في الإنسان بمعنى إنها بتخرج ما فيه. يعني حضرتك لو عندك قناعات بانك يكون عندك صدق او تعامل بامانه او تعامل باخلاص او بشفافيه او بوضوح، مهما كانت ضغوط الحياه عليكي مش هتكسبك السيء ولكن هتكسبك الايجابي. وخلي بالك ده مهم، انك انت كشخص موجود في الحياه ربنا سبحانه وتعالى لما وهب لنا الحياه وهب لنا ليه؟ عشان نديها قيمه. فقيمتنا في الحياه ان احنا نبرز افضل ما فينا مش اسوأ ما فينا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا في قدوة حسنه لما قال ان انا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ده معناه ان الاخلاق هي القيمه الرئيسيه اللي ممكن اي انسان او اي شعب او اي مجتمع يظهر من خلالها رقيه وتحضره. فاذا كنت انت عايز تكون انسان عندك رقي وتحضر، عندك تعامل فيه شياكه، عندك تعامل فيه ذوق، في تسامح، في نوع من انواع المحبه اللي حواليك، اكيد هتبرز اخلاقك الحسنه. اما لو عكس ذلك فهتنفر الناس من حواليك. طبعا طبعا. صحيح. طبعا. طيب دلوقتي يعني لما نحاول نغرس القيم الأخلاقية في أولادنا. يا بابا عمو عايزك، قول مش موجود. كده احنا غرسنا فيه الكذب. طيب هقول باسلوب غير مباشر، يعني مفيش حد اب عشان ما نكونش بنتكلم بس على ايه ان احنا في المدينه الفاضله. بمعنى انك لا ما ينفعش تقول كده، يعني اللي هو الدارج يقول لك لا ما ينفعش تقول كده عشان انت كده بتديله سبب سليم. جميل. لكن في النهايه يعني ان انا بدي امر او بدي رؤيه معينه واوضحها. تحليل وتوصيف او توظيف الشيء اللي انا عملته مهم. طيب هو انا عملت ده ليه؟ لان ممكن ان انا اوضح لك ان ده لو انا عملته بالشكل الفلاني كان هيضر مش هيفيد. فبالتالي انت اديتيني المفهوم للتصرف عشان ما اخدش انا من حضرتك اذن بالتصرف ده. ان انا ممكن لما الاقي والدي بيتعامل بالشكل ده او الشخص المسؤول عني او القدوه اللي بيتعامل بالاخلاق دي او بالتصور ده اخد ده منهج حياه. لا خلي بالك هو ده ممكن يكون اتعمل لان فيه وراه مشاكل معاه. زي اللي ممكن يجي يقول لك مثلا انت تعبان. هو انت لما تقول له لا تبقى انت كده بتكذبي؟ لا. ممكن اقول لك لا والله انا صحتي كويسه الحمد لله. املا في ان ربنا سبحانه وتعالى عايش فيني. بس هل انا كده هنا كذبت؟ لا. بس انا حاولت اجمل لك الصوره. لا جملت لك الصوره اللي ما تدكش اثر سيء. هو النهارده لما اجي اقول لك والله ده فلان بيقول عليك كذا كذا وبيشكر فيك وبيقول عنك ان انت كويس وبتاع. هو النهارده انا مش بحاول اصلح وافكار الاشخاص. ولا النهارده انا لما اجي اقول لك ده بيقول عليك. فين عملنا فتنه؟ طب ما هو وجود التكامل والتكافل الانساني ايه؟ وجود الاشخاص مع بعض انها تتكامل مع بعض ايه؟ ان انا انقل لك الصالح واحاول ان انا احل لك الطالح السيء. ما هو مش وجود ان انا بس بقول لك والله اصل انا صريح اصل انا واضح. لا ما هو في فرق بين الوضوح والبجاحه. يعني ما انتش معنى انك انت تروح مديني الموضوع كده يعني تقول لي انا صريح. يعني حاول انك تنقل لي المعلومه او الرؤيه بشكل اللي لما توصي واجي اقعد مع نفسي كده وابدا احلله اقول له والله ده كان قصده كذا كذا كذا. فالتمس لك العذر. هو ده المطلوب، مش ان انا بقى اروح مديك مثلا كلام او ناقل احاديث او ناقل تصرفات او ناقل وفي الاخر اقول لك اصل انا لا. ما انت بس وفي نفس الوقت انا من رايي مش ده منهج انك انت تحط نفسك في مبدا ما هو انا كنت بحاول اجمل الصوره. لا انت نقل الصوره باساسياتها، يعني ما تفرغهاش من اساسياتها، ما تفرغهاش من مركزيتها من حقيقتها. لكن في نفس الوقت انقلها لي طريقه نقلك للمعلومه بتبقى عامله ازاي. ما انا ممكن النهارده مثلا على سبيل بسيط قوي من المثال اللي عايز اقوله، انا ممكن اقول لك اتفضل وانا بشوح ايدي.
ممكن يقول لك اتفضل وانا مبتسم. طب انا النهارده لو قعدت في قعده وحد جه يكلمني اقول له ما انا قلت له اتفضل، لكن قلتها ازاي؟ بالظبط. هي الفكره هنا. حضرتك ممكن تقول لي المعلومه بشكل اساسي صحيح، لكن قلتها لي ازاي؟ هنا المشكله. ممكن تيجي حضرتك تخش لواحد تقولي له خبر تجيبي اجله، ممكن تخش تقولي له الخبر ده اللي هو السيء بس يحاول يستوعب واحده واحده. طيب احنا عايزين نشرك المستمعين معانا، عايزين كل واحد طبعا اكيد مر في حياته مواقف عايز يحكيها او مواضيع قدامه او مشاكل عايز ياخد راي استاذ احمد فيها. واحده وصاحبتها، حد وجاره، حد وزميله، واحده وجوزها، اي مواقف حصلت لنا عايزين ناخد التصرف السليم في الموقف ده عشان نستوعبه، عشان نتصرف بطريقة سليمة. احنا معاكم على 2 39 23 7 11 و 2 39 21 4 37. لسه مكملين مع بعض فترتنا اعزائي المستمعين. 2 39 23 7 11 و 2 39 21 4 37. مواقف كتيرة بتكون في حياتنا عايزين ناخد آراء خبراء التنمية البشرية في هذا الموضوع، ازاي نتصرف، او في مشاكل عدت علينا تقولوا لنا وجهة نظركم انتوا حلتوها ازاي لعل الجميع يستفيد. معانا في الاستوديو استاذ احمد كمال حسنين، استشاري محور التعليم باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وخبير التنمية البشرية. معايا اتصال تليفوني. الو. ايوه مع حضرتك. ايوه مساء الخير. مساء النور. مين؟ رضوى مع حضرتك. ازيك يا رودي؟ رضوى ايوه ازيك يا رودي؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه يا رضوى الحمد لله. حضرتك انا كنت النهارده بتتكلموا عن الاخلاق. في انعدام اخلاق موجود بشكل رهيب. يعني بتبقى واحده مثلا صاحبتك وبتتكلمي معاها بتلاقي الكلام ده بيتنقل بشكل مش مظبوط. تلاقي الكلام بيتنقل بشكل مش مظبوط. يتنقل بصوره مش مظبوطه. بالظبط. وغير بقى ان الابهات بينشئوا اولادهم على حاجه المفروض تبقى غلط. يعني ازاي مثلا انا اقول لابني قول كذا وما ينفع اقول مثلا ان انا مش موجود زي ما حضرتك قلتي من شويه، قول ان لا انت مش رايح النهارده. الحاجات دي كلها الابن او الطفل بيطلع عليها. فده حاجات مش مظبوطه. ولازم يبقى في حد يقول للناس ديت في تيسير امور للكلام ده. طب قولي لي يا رضوى، انت دلوقتي واضح ان انت كان في اصدقاء معاكي وهم نقلوا الكلام بطريقه مش مظبوطه عن لسانك. تمام. انت بتتعاملي ازاي؟ لا انا بسكت خالص ما بتكلمش. يعني انا مثلا بتسكتي خالص ما بتتكلميش؟ لا ما بتكلمش. طب ده لو ده وحش صورتك قدام صديقه تانية مثلا يعني؟ لا لو وحش صورتي طبعا بتكلم بطريقه ان انا بطلع صورتي انا كويسه وبفهم ان الكلام ده اللي اتقال غلط. بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اعمل مشاكل. طيب بحاول احسن صورتي وما اعملش مشاكل في نفس الوقت. كويس انها بتنقل الموضوع بشكل ايجابي من غير ما انها تحتك وتبقى شخصيه صداميه. تتعامل بايجابيه. بتتعامل بايجابيه وبتسكت. لا مش بتسكت، بتتعامل بايجابيه وبتواجه الموقف بالحقائق اللي عندها. فبتبدا تتكلم عشان تقول انا صورتي كذا ووضعي كذا وبتربطه بدلائل، فده شكل ايجابي. لا بس في الاول قالت انا بسكت الا في حاله ان هو حد انا بسكت الا بقى لو لقيت بقى الموضوع خلاص هيكبر وانا بقيت زي ما حضرتك قلتي كده التدخل هنا بيبقى مطلوب. فما ينفعش ان انا اسكت. فبتكلم بشكل ما يعمليش مشاكل. صحيح. وفي نفس الوقت احسن صورتي. صحيح. شكرا يا رضوى. نورتيني. ربنا يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، مع السلامه. طيب صدمات كتيره بتحصل بين الناس من نقل الكلام بمعنى اصح يعني كده. وخاصة بقى الرجالة بقى طبعهم كده والله زي الستات بقيتوا تقولوا كلام بطريقة فظيعة. انا عشان الام بقى. عشان الام بس ده احنا غلابة. يعني التخبط في الكلام والكلام ده كله نتيجته ايه؟ فركيشة. بصي هقول لحضرتك حاجة، خلينا نبص للموضوع بأكتر من زاوية. مش كلها بتبقى نوايا سيئة. كويس؟ في انسان في نوايا كاملة لكن مفيش انسان كامل. ده معناه ايه؟ ان انا ممكن تكون نيتي كاملة في اني انا عايز اوضح لك امر ما بحذرك منه، لكن طريقتي واسلوبي والصيغة اللي بتكلم بيها بتنقل لك الشكل بشكل سيء.
وبتنقل لك الموضوع باثر سلبي. فده ممكن يكون شق ايجابي، لكن محتاج ان يتقال له لا اتعلم انك تعمل 1 2 3 وبتتنقل بالطريقه الفلانيه. في الشخص التاني ده انت لما تقول لحد اتعلم بتقولها له ازاي؟ ده انت يعني دي الناس كبيره وناضجه اللي بتتعامل معاها. هقول له على فكره حصل موقف كذا كذا كذا، وتخيل شوف الرقي بتاعه قال بالطريقه الفلانيه، مش بالضروره اروح اقول له درس. مش مباشره. لا مش لازم زي اللي علم الوضوء للناس هو كان بيتوضا قدامهم. بالظبط زي الراجل اللي هو دخل بالميضه بيحاول يتوضا، فناس شابين صغيرين شافوه بيتوضا غلط، فابتدوا ان هم يتعاملوا قدامه فشافهم فتعلم. بالظبط. بنفس الشيء بشكل غير مباشر انا ممكن اقول لك المعلومه في شكل قصه، في شكل روايه، في شكل حدث، في شكل رايك ايه لو حصل كذا كذا، شوف انت ايه رايك في الشخص ده لما عمل كذا كذا، طب ايه رايك مش كده صورته احلى؟ فبالتالي هو ابتدى يتعلم. ما هي دي نقل الثقافات. ما الثقافه ايه؟ اني بستوعب منك وباخذ منك وارد عليك وهكذا. طيب معانا اتصال تليفوني. الو مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ معاكي ريهام. ايمان. ريهام ازيك يا رورو؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ انا من اشد المعجبين بحضرتك، انا متابعه حضرتك على طول. ربنا يخليك، ده شرف ليا. الله يخليك الله يخليك. انا متابعه حضرتكم النهارده في الحلقه، وبسمع طبعا ان حضرتك عمال تقوله، وحضرتك بتتكلم على الاخلاق. هو تقريبا كده ان دلوقتي ما بقاش في اخلاق تقريبا يعني كده. تخيل بقى حضرتك لما تكون بتتعامل مع ناس في منتهى الادب وبمنتهى الاخلاق، وكمان بيخشوا بيوتك ويتعاملوا معاك بنيه ما فيهاش اي صفه بالاخلاق نهائي. يعني ما بقاش في اخلاق. يعني تخيل كده لما تبقى قاعد مع واحد بتتكلم معاه بمنتهى الضمير والامان والاخلاق، وفجاه كده تلاقيه بيتعامل معاك باسلوب تاني خالص. ومش بيتعامل معاك انت بقى باسلوب تاني خالص، بتفاجئ كمان ان بعديها بشويه بيتكلم مع حد بطريقه كويسه، ومن وراه بيتكلم برضه بطريقه مش كويسه على الشخص اللي كان لسه بيتكلم معاه. اللي هي الشخصيات اللي بوشين. ايوه، يعني بيتنقل كده بكذا وش. فهو تقريبا كده ان ما بقاش في اخلاق بصراحه. طيب ازاي بقى نتعامل مع الشخصيات اللي بوشين؟ بصي حضرتك، هو انا عامه يعني لما انا بتصل عشان نستشيركم احنا نتعامل ازاي، دي اول حاجه. تاني حاجه، انا لما الشخص ده بيقعد يتكلم قدامي كده اهوت انا بتحرج بصراحه، لاني ببقى عارفه ان الشخص ده بوشين. يعني بيبقى قبل كده بنتكلم على الشخص اللي بيتكلم قدامي ده عليه بطريقه غير ديت، فبتعمد يعني بيجبرني ان انا اسكت عشان انا محترمه يعني ومؤدبه. ما انا ممكن اكلمه يقول لي انت مالك، فما برضاش احرج نفسي. تمام. فبضطر ان الشخصيات اللي زي دي انا بقعد قدامها ساكته، ولكن انا ببقى عايزه اعرف التعامل معاهم ازاي. بس. طيب شكرا يا ريهام. ميرسي مع السلامه. فرصه سعيده. انا اسعد يا حبيبتي. طيب نتعامل ازاي مع الشخص اللي بوشين ده؟ طيب هقول لحضرتك حاجه. الشخص اللي ونكتشفه ازاي اساسا؟ من افعاله اكيد. ما اصل خلي بالك الطبع غلاب، وخلي بالك في حاجه يقول لك ايه، ما شتمك الا ما بلغك الا اللي بلغك. طيب هقول لحضرتك على حاجه. كده الكلمه دي تقدري تعرفي اللي قدامك منين بان هو انسان كويس ولا وحش؟ من طريقه نقله للمعلومه لشخص اخر. يعني لو جه قاعد معاكي فابتدى يتكلم عن الاخر بشكل سيء وسلبي وباخلاق منعدمه، تاكدي تماما ان هو في نفس الوقت هيتكلم عنك بنفس الشيء. والبني ادم اللي بيوصل لك حاجه هيوصل لغيرك حاجه. ده شيء طبيعي لنا طبعا. والا كان احترم على الاقل مبدا ان هو قعد وكل في لقمه عيش في بيته، او احتواه في بيته، او قابله، او اتكلم معاه، او كلمه او فضفض له كريمه، او فضفض معاه، او استأمنه. والامانه دي بقى يعني النهارده شيء بقى مستباح. والحاجه الثانيه والاهم ان بقى في اشخاص النهارده مش بس بقى بتتكلم عن شخص بشكل سيء وتيجي قدامه تلاقيها بتتكلم بضحك وبتبجيل لشخصه وفي تفخيم لشخصه. لا، ده النهارده كمان بقى في اشخاص للاسف على طول الخط بتنقو كل اللي حواليها. شايفه انها الافضل، شايفه ان هي الاعلى، الافضل. تتعامل ازاي؟ انا من رايي او من وجهه نظري ان الشخص اللي هو بيتعامل بوشين ده شخصيه عندها نقص في شخصها. شخصيه بتبقى مركبه وعندها ضعف في شخصيتها، يعني ما عندهاش قدره انها تواجه نفسها بالحقيقه. دايما بيقول لك ان في 3 طرق للتعامل مع المواقف اللي زي دي: المواجهه والتحليل والتفكير. المواجهه بان انا ابدا اواجهه. هو مش انت قلت لي قبل كده ان فلان ده كذا كذا كذا، ليه جاي تقول عنه ان هو بالشكل الفلاني؟ في الحته دي انا حصرته. على الاقل لو هو
شايف ان المساحه بالنسبه له مديانه طمانينه في اي قعده انه يتكلم ويقول في حضوري، هيبدا يحصل نوع من انواع التخوف. بالظبط. انا ابتدي اديله جرس انذار، خلي بالك انا ما بقبلش القصه دي، وخلي بالك انا هبدا اقول على دلائل على كلامك، وخلي بالك انك انت ما ينفعش تقعد وسطنا لانك انت زي الفيروس الخبيث اللي ممكن يدمرنا كلنا. طيب دي جزئيه المواجهه. التحليل، ان انا ابدا اعمل عمليه تحليل لكلامه، هو ايه غرضه وايه قصده وبينقل ليه وبيقول ايه وايه الهدف من حاجه زي كده، وابدا برضو من خلال ده اعمل منهج معين للتعامل معاه بان هو ما يكونش الفيروس اللي موجود جوانا اللي هو يدمرنا. ان يا جماعه انا وصل لي من فلان كذا كذا كذا، ولما حللت موقفه لقيته ان هو بيتكلم بالطريقه الفلانيه او بيعمل كذا 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 كذا، وبالتالي الشخص ده انا عايز اعرض عليه حتى لو انا مش هواجهه واحنا قاعدين. ايه رايكم يا جماعه في لو حد عمل بالشكل الفلاني كذا وقال كذا، اديته رساله بشكل غير مباشر ان خلي بالك انت مفهوم وتحليلك لطريقه تعاملاتك موجوده وعرفناها. التفكير الجزء الثالث، انا بفكر هو بيعمل ليه كده، ايه الهدف، ما هو اي تعامل بتعمليه ليه في النهايه نتيجه انت عايز توصل لها. طيب ايه النتيجه اللي انت عايز توصل لها من حاجه زي كده؟ انك عايز تتقرب من حد، عايز انك تاخد مكانه من حد، عايز تسرق شخصيه حد، عايز تخلق تعاطف حد، عايز تخلق تعاطف لشخصك ايا كان. فبالتالي ببدا النهارده احط الوصف لنفسك، هل انت انسان مريض محتاج ان نتعامل معاك بشكل من الرأفه والرحمه، ولا انت انسان من جواك سيء الخلق فمحتاج انك انت توبخ وتوجه يعني دي الثلاث طرق اللي احنا نتعامل بيها مع الشخص اللي هو مع اي شخص بيتعامل بشكل بقى ليه ضرر. باي شخص ليه ضرر، يا مواجهه يا اشاره، يا اما بواجه وابدا ان انا على طول مباشره، يا اما بحلل التصرف بتاعه وابدا اديله كروت انذار كده او جرس انذار، يا اما ان انا بفكر في طريقه التعامل بتاعه ده. اولا هو انت شخص مريض محتاج انك تتواجد وسط الناس، فبتحاول تخلق نوع من انواع المحبه والكلام ده كله، والكلام اللي هو يعني يبقى له مدلول عاطفي عشان عايز تعمل، فيمكن تكون عندك جزء نفسي تعبان، فابدا ان انا اوجهك او ابدا ان انا اتعامل معاك برحمه ورأفه، ولا انت انسان فيروس خبيث جوانا الهدف من تواجدك ده التدمير. طيب معنا اتصال تليفوني. الو مساء الخير يا فندم. عليكم السلام. انا اسمي ابراهيم يا فندم، عاوز اقول بس قصيده عن مصر. اتفضل. كنت ساهر في الليل وحدي كعادتي منذ صغري، أتأمل وطنا ظل متمسكا رغم المحن، سمعت صوتا في السماء يجدو واثقا من قوله بكل فخر أنا مصر، أنا مصر سهرت في الليالي أبني المجد وحدي، بنيت وطنا سوف يظل شرفا لكل ذو شرفي، دائما في المساجد يذكر اسمي مكرمة عند ربي، أرض الأنبياء أرضي وأعظم شعب هو شعبي، أيها الشعب العظيم شعبي كن قويا صامدا كما كنت من قبلي، صامدا في وجه من يبتغي أرضي ليس لك وطنا غيري، أيها القائد يا من ضحيت من أجلي، يا من هان عليك كل شيء وقلت وطني، سلاما لك من مصر وأنت تحارب وتبني، سلاما لمن أعطى الحياة لكل مصري، أيها الشاعر المبهور بفني أبدع الشعر كي أغني، فجمال الشعر من جمال فني والإبداع مرآة من يبدع العمل، أيها الزائر لأرضي أنت زائر لحضارتي ومجدي، زائرا لمنارة الإسلام في الشرق، مرحبا في أرض النيل والتحدي، مرحبا لمن يحب شعبي، أنا مصر. شكرا ليك يا أستاذ إبراهيم. شكرا. طيب ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا، ابقوا معنا على موجتنا. لسه مكملين مع بعض فترتنا أعزائي المستمعين. الأستاذ أحمد كمال حسنين استشاري محور التعليم والتدريب باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وخبير التنمية البشرية، والحديث عن إعلاء القيم الأخلاقية وكيف نحقق ذلك. واحنا متفقين احنا مستمعينا الكرام ان هم هيتبادلوا معانا المناقشات داخل الاستوديو، هيحكوا لنا على موضوعات خاصه بيهم ويحكوا لنا على مواقف حصلت لهم، وهنحاول ان احنا نحلها ونقول هنتصرف ازاي. اتكلمنا على نقل الكلام وازاي نتصرف فيه، واتكلمنا ازاي نتعامل مع الشخص اللي هو الشخصيات المركبة او الشخص اللي هو بوشين زي ما بنقول عامة. نتعامل معاهم ازاي. تليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. معانا تليفون. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايزه اتكلم ان في الاوقات الاخيره. مين معايا؟ مع حضرتك. اهلا يا مها. اهلا بحضرتك. اتفضلي. اهلا بيك.
الاوقات الاخيره اصبحت ماده الاخلاق للاسف الشديد اقل كتير قوي من المشاكل السياسيه والاجتماعيه. اصبح الاهتمام بالمشكلات الاخلاقيه مجرد حديث بس بيقولوه رجال التربيه ما بينهم وما بين بعضهم، من غير ما يحاولوا حتى اثاره القضيه على الصعيد حتى الاخلاقي. وفي كمان على شبكات التواصل الاجتماعي دلوقتي ان لما حد بيحب يفهم حد مشكله بتلاقيه بيحرض على الشتيمه والقتل. فده برضو يعني هنعمل فيه ايه؟ ما بقاش فيه قيم ولا اخلاق ولا اي حاجه ما بين الناس. ده حتى اقول لك حاجه يا مها، ساعات بسمع لما اب وام مثلا ابنهم ولا بنتهم تيجي حد زعلها في المدرسه روحي اضربيه ثاني يوم لازم تاخدي حقك. بالظبط بيحرضوا بس ما يستخدموا ده اسم تحريض. ايوه تفشي على عم ساعات بيعملوا كده. ايوه صح، ده اللي بيحصل. في تحريض جامد جدا، ما حدش بيفهم حد ازاي يتعامل مع المشكله. اكتر المواقف يا مها اللي تعرضت لها مؤلمه ليكي في التعامل مع الناس؟ اكتر المواقف لا هو احنا لو هنتكلم على المواقف في حاجات كتير قوي كله مؤلم. يعني انت حياتك اليوميه مليانه مواقف من ديت. يعني مفيش حاجه مثلا صاحبتك زعلتك زعل قوي، حد من جيرانك بيحصل اكيد بيحصل. طب ايه اكتر موقف حصل معاكي ويعني غير في شخصيتك للناحيه الايجابيه لشكل احسن؟ مواقف مثلا بتبقى مع الاهل مع الاصدقاء، لما بتشوف حاجه زي كده مشكله زي كده بتبدا انت تتغير، او اقرب حد ليك بتلجأ له. صحيح. بتشوف انت تعمل ايه. يعني انا ليا مثلا ابن عمي اكتر واحد اخويا الكبير وبلجأ له، ده اكتر واحد ممكن استفيد منه. تمام. بيفهمني لو انا غلطانه في حاجه او ان انا شايفه في حاجه معينه سلوك قدامي مش عارفه اتعامل بيه، بيقول لي اعمل ايه، بيفهمني. تمام. لاني مش اي حد دلوقتي تروح له، مش اي حد تثق في كلامه ان انت صحيح. تاخد كلامه وتبصم عليه وتقول انا هعمل كده. صحيح. بس فاكتر واحد بيبقى فيه ثقه في الاخلاق وهو ده اللي احنا بنوصل له، وهو ده اللي احنا بناخد منه الكلام وبننفذه. شكرا يا مها، نورتيني. شكرا يا حبيبتي. مها قالت حاجه مهمه قوي، بس انا زعلانه من حاجه. إيه؟ كل الناس طالعين على الهوا يقولوا ما بقاش فيه اخلاق، ما هو انعدام المبادئ دي حاجه بصي عايز اقول لك حاجه للاسف. وخلي بالك برضو الفتره اللي احنا عايشين فيها هي فتره مش طبيعيه. يعني احنا في مرحله انتقاليه من مراحل معينه لمرحله معينه، هي فتره انتقاليه بتاعت الاربع خمس سنين اللي فاتوا دي. والمجتمع اتاثر بتصرفات معينه حصلت فيه. والتحور اللي حصل في المجتمع لو رجعنا 4-5 سنين، فترة قريبة مش بعيدة يعني، ما كانش فيه التصرفات اللي موجودة دلوقتي. بس للأسف هي بقت النهاردة عرف بيتعامل بالأشخاص وبيتكلموا على اعتبار ان ده نوع من انواع الصراحة والوضوح وهكذا. اللي انا عايز اقوله كمان ده بالنسبة للحالة اللي احنا عليها. في حاجة جميلة انا سمعتها من الأستاذة مها، المهم انت بتاخد المعلومة من مين وليه. السؤال ده مهم جدا. انت ليه بتروح تاخد المعلومة من فلان؟ لان هو عنده دلائل على ارض الواقع بتقول انه بيتعامل بواحد 2 3 4، دي مبادئ بنشوفها في تصرفاته. فاذا لما توجه له وانا باخد منه المعلومة هو هيكون اهل ثقة. ولما هاخد منه المعلومة واحكي له هو اهل ثقة في ان هو مش هينقل القصة اللي انا حكيتها له لو سليمة او مشوهة. مهم كمان انه لما هيديني حتة المعلومة، والشخص اللي راح له كده انه هيديني المعلومة، انا بواثق ان هيديني نصيحة بيني وبينه، مش نصيحة على الملأ، لان نصيحة على الملأ فضيحة مش نصيحة. فدي زي ما نقول كده من ضمن المبادئ اللي ممكن تكون لازم تكون متوفرة في الشخص اللي انا هاخد منه النصيحة دي. الشخص اللي انا هلجأ له في ان انا احكي له سر، الشخص اللي انا هلجأ له في ان انا اعرض له موقف، الشخص اللي انا هلجأ له في ان انا اقول له لو حصل كذا كذا ايه رأيك. وان هو مش هيبقى مستني شيء. فدي مبادئ معينة لازم تتوفر فيه. الحاجة التانية والأهم، في اشخاص فيهم اخلاق، والاخلاق موجوده ما بيننا بدليل التعاملات اللي احنا بنتعامل بيها، بدليل ان ممكن يكون الساده اللي اتصلوا اكيد في دايره حياتهم شخص 2 3 4 ايا كان عددهم، اكيد في حياتنا احنا نفس الاشخاص دي موجودين. بس للاسف اللي بيجرح وبيضايق هو قله الضمير في التعامل مع الشخص الاخر. قله الاخلاق او قله الاخلاق قله الاخلاق ما اخلاق دي احنا اشمل بقى. ايوه بالظبط، هتندرج تحتيها حاجات كتير. بالظبط، قله الاخلاق لما بتعامل ولما اكون بتاثر ده معناه اني انا عندي اخلاق. لان لو ما عنديش اخلاق مش هتاثر من تعامل الاخر السلبي.
جميل قوي النقطة دي. لما الواحد بيحصل له موقف في حياته بيتأثر فيه وبيصعب عليه، صح يعني بيصعب عليه نفسه، بيصعب عليه المجتمع والكلام ده كله، ده معناها ان هو ده شخص ذو اخلاق. مش بس ده تأكيدا لانه هو شخص ذو اخلاق، ان هو زي ما تكوني كده حضرتك اصبتيني بمقتل، زي ما تكوني انت كده اصبتني في مقتل. ليه؟ لان هو ده العرف. هو دايما بيقول لك الاخلاق هي بوصله الانسان في التعامل في الحياه. طبعا. يعني انا النهارده لما يكون عندي اخلاق دي بوصله حياتي، بوصله التعامل اللي بتعامل عليه. والله لو بعدت عنها اتوه، فبالتالي ما ينفعش ابعد عنها. ولما تحاول تقرب منها بشكل ايجابي افرح واقول لك الله واحاول اخليك قريب مني، ولما تحاول تهدمها لي ازعل واتاثر واتعب. ليه؟ لانك انت النهارده بتفاتك مركزيه التعامل اللي على اساسه عايشه او عايش. مش كده؟ بالظبط. وعنا تليفونات. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ اهلا بيك. مين مع حضرتك؟ تاج الدين. استاذ تاج، ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا بيكي. طبعا انا عارفه الكلام اللي انت هتقوله هيبقى كلام زي الفل. نعم. هترجعنا للزمن الجميل. الصوت مش واضح عندي. بقول لك الكلام اللي انت هتقوله هيكون كلام زي الفل، هترجعنا للزمن الجميل. بالنسبه للاخلاق، لما تكون حضرتك بتتكلمي مع واحد وبتتكلمي يعني كلام كويس وكلام مهذب ومقنع، يخش واحد يكون واحد تالت يخش في معاكي معانا، يقول يكلمك باسلوب يعني اسلوب غير مهذب واسلوب غير طيب وحاجات وحشه كده، هل ممكن تتعاملي معاه تاني؟ طيب استاذ احمد هنرد عليك يا استاذ تاج، خليك معانا. وعايز اقول حاجه تاني. بالنسبه يعني انا اعوذ بالله من كلمه انا بتعامل مع كل شخص يعني غني فقير استاذ غير متعلم، بتكلم معاه يعني قبل ما كده يعني بفهم مستواه، فبخش معاه في الحديث بنفس اخلاقه، بس الاخلاق ايه؟ الحميده الكويسه. يعني انا قعدت ويا ناس اساتذه جامعات كبيره، بعد ما خلص الحديث بيني وبينه والحوار وكده، لقيته بيقول لنسيبي الاستاذ تاج انتوا بتقولوا عليه مش متعلم، ده بيتكلم بفلسفه جامده جدا جدا وكلامه مقنع اصل الثقافه ولغه الحوار ملهاش دعوه بالتعليم. ما انا بتكلم على كده بقى. ما هنا بقى الاخلاق بقى، لان الاخلاق بتتولد ويا الانسان. يعني بيطلع متربي قبل ما يخش مدرسه وكله حسب العائله يعني. طب يا استاذ تاج انا عايز اسال حضرتك. نعم. يعني هي في تغير في السلوك والاخلاق من الزمن القديم لحد بالنسبه للزمن الماضي؟ طبعا في تغيير. الستينات والسبعينات. انا مواليد 45. ربنا يديك الصحه. يعني عندي 72 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. مارست حياه جامده جدا جدا جدا. طبعا كل شيء اتغير بالنسبه للانسان الغير سوي. الغير سوي. نعم. الغير سوي. كل حاجه اتغيرت للانسان اللي هو غير سوي. ايوه سامعيك. فده بيولد عند الانسان اللي هو غير سوي بيتمادى في اخلاقه السيئه، في اخلاقه الرديئه، لانه اتربى على كده. لكن بالنسبه يعني للناس اللي في سننا، عشنا ويا ناس قدامى، ناس كبار في السن، ناس كانوا بيتكلموا بالحكمه والموعظه الحسنه، وكانوا بيقولوا الكلمه يعني كلمه ترضي الكل. وكانت احكامهم وكلماتهم واسلوبهم
ما كانوش يتكبروا على الصغير، كانوا يحضنوا الصغير ويفهموه ايه الاخلاق. لما انا جدي يحتضنني كده ويتكلم معايا ويعرفني، هل كلامه ده هيروح من دماغي؟ مش هيروح من دماغي، لان استوعبت كلامه بالظبط وعرفت كلامه. نعم اتحفر ودخل دماغي وحسيت بيه. فانا بتعامل بيه دلوقتي مع احفادي. يعني مثلا عندك ابن بنتي ربنا يحفظه يا رب، هادي جدا وطيب جدا، وتبص تلاقيه ايه يعني ان قرصت عليه يعيط، هقوم انا اضحك له واخده معايا، اخده في حضني، اقول له تعالى دلوقتي انت ايه اللي خلاك عيطت؟ وانت مش راجل؟ الراجل ده لازم يكون كويس ويستحمل ويفهم ايه الكلمه الوحشه وايه الكلمه الحلوه. يعني انت ما حدش قال لك كلمه وحشه دلوقتي، بتعيط ليه؟ لا وانهي عن الحكايه. طيب يعني احنا دلوقتي يا استاذ تاج، بس احنا عايزين ناخد منك الخلاصه ان يعني التعامل الحسن بيثبت وجوده على مدار الاجيال والسنوات، والانسان اللي بيتغير في طبيعته مع تغير الزمن ده انسان بيبقى غير سوي. ما اخلاق زمان ما فيش دلوقتي يا استاذ. اخلاق زمان دلوقتي النهارده يعني لو عاملين مكان في المترو لكبار السن والناس اللي هم ذو الحالات الخاصه، مش هيلقى مكان يقعد، محدش هيقوم له. في الطريق واللي زي حالاتنا احنا واحنا ماشيين ما تلاقيش حد يساعد حد دلوقتي. شكرا يا استاذ تاج، نورتني. انا شاكر جدا، الف شكر. معانا تليفون تاني. الو. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مع حضرتك باسم بسطاوي، صديق شخصي للاستاذ احمد كمال. مع سعادتك يا استاذ باسم، ازي حضرتك؟ هو اول ما سمع اسمك قال لك اهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ منورنا والله. الله يخليك يا حبيبي. الشخصية الخلوقة المحترمة اللي تعتبر النهاردة أحد القدوات المجتمعية في الأخلاقيات والذوق والأدب. احنا بنتعلم منك يا استاذ باسم. طيب جميل جدا. اللي احنا مفتقدينه فعلا زي ما الأستاذ الفاضل المداخلة اللي أنا سمعتها جميلة السابقة، وإن كنت أختلف معاه قليلا في أن الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. صحيح. طبعا. طب أنا عايز أسأل حضرتك يا أستاذ باسم. أيوة فندم. طبعا الصديق هو يعني هنقول الصديق هو الطريق. لأنه مراية صديقه. طيب الصديق هو الطريق، وانت شكرت في صديقك اهو على الهوا استاذ احمد ان هو خير انسان تتبع طريقه. اكيد. طيب عند الاختلاف ماذا يحدث بين الاصدقاء؟ الاختلاف لازم ما ينشأش عنه خلاف، لان كل ما واحد منا ليه منظوره وليه رأيه وله فكره، واي نعم الطيور على اشكالها تقع، دي اكيد فعلا. لو حبيت انك انت تعرف خلق انسان بص لصديقه وهتقدر تعرف وتحكم على خلقه. انما للاسف الشديد القيم المفتقده في بعض الاماكن مع اختلافها. يمكن الموضوع ده انا يعني طبيعة عملي هي اللي حطتني أكتر إن أنا ألاحظ المفارقات المجتمعية الصارخة النهاردة اللي موجودة في مختلف المجتمعات عندنا. طبيعة عمل حضرتك إيه؟ يعني أنا مدير مدرسة مدارس التربية والتعليم. ومن أحد رواد التعليم يعني والمؤثرين فيه بشكل قوي جدا. وليه أجيال ما شاء الله. طيب ما شاء الله أستاذ باسم. طيب يعني أنت اتعاملت مع، هنقول إن أنت اتعاملت من خلال عملك مع جميع الطبقات. الحمد لله رب العالمين. المستويات. كملت هذا يعني محبة الرسالة. يمكن متربى على ايده اجيال كتير ما شاء الله يعني مؤثرين في المنطقة كلها. طيب كويس. الله يخليك. خير طريق للتربية السليمة ايه هي يا استاذ باسم؟ انها ما تتحكيش، انها تتنفذ على ارض الواقع وتبقى قدوة للي حواليك. صحيح. بايدك.
لازم يقتضى بيك الاخرين مش بالكلام، بالفعل. الحمد لله رب العالمين. يمكن المجال بتاعنا بيبقى اقرب شويه في الاتصال بمختلف نوعيات الطبقات، فتحاول تحتذيهم بقى من خلال نشاط، من خلال يعني الأنشطة للأسف المفقودة في المدارس هي سر أو جوهر الاختلافات البيئية اللي موجودة. أكيد حضرتك لو مريتي بحركة كشفية أو أشبال أو كشافة أو زهرات أو الحاجات دي هي منشأ أو بداية للطريق، لأنها بترقي الذوق، بترقي الأخلاقيات. كل الأنشطة دي بيقوم بيها عنده في المدرسة. طيب جميل جدا. طبعا هو الكشافه والزهرات والكلام ده كله ببقى عارفه فعلا ان هي بتنمي السلوك الطلاب، هو حريص على لان هي بتنمي الروح في البدايه، وبعد كده الانشطه الاخلاقيه اللي هم بيقولوا بيها وبتنمي روح التطوع وحاجات سيدنا علي بن ابي طالب بيقول اذا اردت ان تكون للناس قدوه فكن قدوه بافعالك لا باقوالك. ممكن تكون شهادتي هنا مجروحه، بس استاذ باسم من الناس اللي افعالها بتبقى لها اثرها يعني على ارض الواقع. جميل جدا جميل جدا. انا بشكرك يا استاذ باسم، نورتني. ميرسي جدا وبالتوفيق وربنا يكرمكم والتوفيق الدايم للبرامج الهادفه والحاجات الجميله اللي احنا يعني حقيقي فعلا يا ريت نكثر منها في كافه الوسائل يا رب. ان شاء الله ان شاء الله بلدنا كده عظيمه وكبيره. يا رب يا رب. شكرا يا استاذ باسم، نورتني. وحشني قوي 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 يا استاذ احمد. الله يخليك حضرتك اكتر. ماشي حبيبي، ماشي حبيبي. الله يخليك. لو حد جه وغلط فيا رد فعلي يكون ايه؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجه. هو العفو عند المقدره من شيم الكرامه. كويس. بس هل ده معناه ان انا اتسامح لاني اكون بديلك طبع ان انا لين؟ ما هو يعني عشان ما يطمعش اللي في قلبه مرض. ما هو ممكن يلاقيك لين كده فيطمع في يقول لك ده لين بقى فخليني انت كده فريسه بالنسبه لي في الرايحه وفي الجايه اعمل اللي انا عايزه ولا عايزه. لا في حدود لكل شيء. لا تكن لينا حتى لا تعصر، ولا قويا حتى لا تكسر، ولا صلبا حتى لا تكسر، ولكن خير الامور الوسط. يعني ايه خير الامور الوسط؟ يعني في امور ان انا ممكن اقول لحضرتك خلي بالك، مش معنى ان العفو من شأن الكرام اني انا اكون ضعيف، لا انا ممكن اجي اقول لك انا اهو، وممكن ان انا اعمل فيك 1 2 3، بس قيمتي واخلاقياتي والقناعات اللي عندي بتخليني اعفو عنك وبديك درس انك تتسامح وتتعامل بشكل عفوي كويس. فهنا القيمه ان انا بديك درس، مش اني انا بتفاعل معاك بان انا بعفو خلاص. لا، القيمه في العفو او التسامح، الدرس اللي انا باخده من قيمه التسامح ده اللي ورا الكلمه دي ايه؟ مش المفهوم، مش المعنى اللفظي وبس، لا والمفهوم اللي ورا ايه؟ المعنى والمفهوم اللي ورا كلمه التسامح. يعني انا ممكن اجي اقول لك انا هسامحك بس خلي بالك. عشان انا بديك انذار اهو. الانذار ده لو ما علمش جواك او ما ادكش كده فلاشر يقول لك خلي بالك، المره الجايه هيكون في رد فعل مش هيعجبك. ومش معناه ان هو تحريض على العنف، ولكن في طرق عرفيه في المجتمع ممكن ان انا اتخاطب بها مع الكبار بتوعه ومع المؤثرين عليه، في طرق قانونيه في المجتمع اقدر الجا اليها وهكذا. ان شاء الله ان شاء الله. ناخد فاصل. في تليفونات؟ مفيش؟ طب ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا. ابقوا معنا على موجاتنا. أعزائي المستمعين لسه مكملين مع بعض فترتنا على 102.2 راديو القاهرة الكبرى. مساء الخير يا قاهرة، والحديث عن إعلاء القيم الأخلاقية. منورنا في الاستوديو أستاذ أحمد كمال حسنين، استشاري محور التعليم والتدريب باستراتيجية مصر المستدامة والتنمية المستدامة، وأيضا خبير التنمية البشرية. تليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. طيب احنا تحدثنا مع المستمعين على كثير من النقاط، عايزين بقى النقاط نتحدث عليها دلوقتي. كيف يتأثر الإنسان بالمجتمع المحيط به؟ هل ممكن المجتمع المحيط به يغير؟ يكون واحد هادي يطلع شقي مثلا يعني كده، ويكون واحد صادق يطلع يعني يتعلم بقى اللف والدوران والحاجات دي كلها من المعاملات. يعني ازاي المجتمع ممكن يأثر في شخصية الإنسان؟ بس استأذن حضرتك، معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه معاكي رضوى مجدي بنت عم استاذ احمد كمال. اهلا بيكي يا رضوى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي الاول، ويسعدني طبعا ان انا كلمتكم.
وانا بس بتصل عشان اقدم تهنئه لابي احمد زي ما بقول له. هو من الناس المحترمه جدا جدا جدا، انسان في قمه الاخلاق. بيعمل لكم ايه في البيت؟ بيقعدكم كده وبيديكوا درس؟ ده لا اي درس عايزاه روحي لابي على طول. يعني قولي لي بس انت على الهوا اهي، مش هتقولي بيني وبينك، مش قدام حد. لا هو من الناس والله العظيم المحترمه جدا جدا. اي مشوره ببقى عايزاها اول واحد بتصل بيه هو. باخد كلامه ثقه يعني مثلا انا عندي مشكله ما بيقولكيش حاجه تعمليها تبص تلاقي الدنيا باظت بس. لا خالص، ما فيش مره كلمته وخدت منه نصيحه الا بجد لما بجد النصيحه بتبقى كويسه جدا. ايه اكتر موقف خدتي منه نصيحه حسيتي ان النصيحه مختلفه عن اللي في دماغك؟ كان في مشكله بيني وبين خطيبي واتصلت بيه قلت له اعمل ايه، وكان في حاجه في دماغي تانية انا خالص ان انا اعملها. وطبعا لما قال لي اعمل ايه اكتشفت ان اللي هو قاله لي هو الصح. هو اللي جاب نتيجه يعني. كويس. نعم كويس الحمد لله. لا هو من الناس المحترمه جدا جدا، من القليلين دلوقتي اللي موجودين. تسلمي لي يا رضوى. الله يخليكي. انا مش بقول كده مش مجامله، انا بقولها له كده على طول. بتقوليها الحقيقه. هي فعلا حقيقه وانا دايما بقولها له. اي حد في العيله لما بيبقى عايز حاجه او في مشكله عنده بنتصل بيه. طيب كويس تمام قوي. احنا عشان كده هو معانا على الهوا النهارده عشان المستمعين يستفادوا، وعشان احنا كمان نحصل على معلومات كيفيه التعامل بطريقه سلميه وسالمه مع الناس. يا رب بالتوفيق دايما يا رب، وبالنجاح لنجاح يا ابي دايما. شكرا يا رود. العافيه جميله. شكرا يا حبيبتي نورتيني. مع السلامه. طيب عايزين نتكلم بقى على تغيير الشخصيه، واللي عايز استشارات يا جماعه الحقوا قبل الساعه 7. شوفي زي ما بقول لحضرتك كده، المبادئ الاخلاقيه هي اللي بتحكم الافراد والمجتمعات. ده معناه ايه؟ ان النهارده انا كشخص لما بتاثر زي ما بيقولوا كده الانسان ابن بيئته. فمعناه اني انا النهارده لو كنت ناشئ في بيئه صالحه حقيقيه صحيحه صحيه، بالتالي بطلع انا انسان عندي جزء من القيم والاخلاقيات اللي بتساعدني على اني انا اكون انسان جيد في المجتمع. ده معناه ايه؟ معناه انك انت دايما لو طلعت في بيئه، طب خلينا نقول ان الانسان اللي بيطلع في بيئه غير صالحه ايه وضعه في المجتمع؟ هل ان هو يتساب كده اهل شر يعني يخرب ويعمل، ولا بيجي عليه وقت من الاوقات هو بيوصل لمرحله ان هو بيدرك افعاله؟ اكيد بيدرك افعاله. وفي اللحظه دي هو اهل للاختيار. طب انا ازاي اتغير وانا نشأت في البيئه اللي السلبيه دي؟ ازاي اكون انسان سليم وانا ازاي اتغير؟ بان انا بغير البيئه. وخلي بالك ان مفاتن الانسان 5: قلبه وعقله وعينيه وودانه ولسانه. طب ازاي بيتاثر بيهم؟ النهارده انا بتكلم في ايه؟ حديثي دايما في ايه؟ فبالتالي نفسي بتتاثر، عينيا بتشوف ايه؟ فبالتالي المخزون عندي بيتاثر، وداني بتسمع ايه؟ فبالتالي دايما شخصيتي بتتغير. طب عقلي شغال على ايه؟ طب قلبي شغال على ايه؟ الغرايز بتاعتي بوجهها فين؟ لذلك دايما لو نرجع للايه اللي بتقول نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. طيب هو الفجور في النفس اللي احنا بنقول عليه اللي هو الانسان ان النفس الاماره بالسوء، مش كده؟ طيب نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. طب ادي الفجور. التقوى اللي في النفس بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى الهمنا بيها هي فين؟ اللي هي الضمير. ليه الضمير؟ الضمير دايما تلاقيه محله في القلب، والقلب دايما بيتبع النفس واغوائها وغرايزها، فهو حاططه لميزانه رمانه الميزان. مفيش ضمير ابدا لانسان بيقول له اعمل حاجه سيئه، بالعكس ده هو ده المضاد وجهاز الصد لاي فعل خطا. ليه الضمير موجود في النفس بتاعت الانسان؟ لان هو صوت الحق، صوت الله جوه الانسان اللي بيحاول يقول له اعمل ايه صح عشان تكون على الطريق السليم. حتى الانسان السيء اللي اتولد في بيئه سلبيه ما هو السلبي 100% ولا سيء 100%. لا اكيد بيؤثر ويتاثر، وده مهم جدا. طب انا اتعالج ده ازاي؟ زي ما بقول غير البيئه اللي انت فيها، وغير المفاتن ال5 اللي عندك اللي بتتاثر، وروح عيش في بيئه تانية وشوف الحياه، هتلاقي نفسك بنظره مختلفه، بتعرف ساعتها الصح والغلط. لو انت على طول بيخش لك من طرف واحد معلومات، طب ايه التنوع؟ التنوع دايما في المعلومه مهم. زي ما بقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. يعني مثلا خلينا ناخد اخر اتصال، بغض النظر عن انها حد من قرايبي يعني، لكن بتكلم على انسان هو بياخد المعلومه. هي الفكره انك انت تديني المعلومه بس، ولا انا ازاي ان انا هتصرف بالمعلومه دي؟ ان تديني النصيحه وبس، ولا ايه هي الادوات اللي انا ممكن اكون في ملكاتي الشخصيه عشان استخدمها؟
هي ناجحه اهي، بتقول لك انا باخد المعلومه او باخد النصيحه وابدا ان انا اطوعها بادواتي الشخصيه اللي هو ازاي ان انا استفيد منها واغير في مفهومي واتاثر على ارض الواقع بتلاقي المعاناه. ده مهم. مش بس انك تاخد المعلومه ولكن كمان انت هتنفذها ازاي وهتعمل بيها ايه. وده خير دليل يعني. طيب احنا دلوقتي هندخل للمراحل الارتباط بين الرجل والمرأة. تمام. الوفاء يعني بينهم، الوفاء ما بينهم، التعامل ما بينهم، ما بين حد وخطيبه او واحد وخطيبها او خطيبته او ازواج، يعني التعامل وخاصة ان بيبقوا ناس هنا يعني سنين عمره منشأ في بيئة، وهي سنين عمرها منشأة في بيئة تانية. عند الارتباط احيانا يحصل صدمات في الافكار، في اسلوب الحياه، في التفكير، الكلام ده كله. كيف ندمج الفكر الواحد ان ده كيان هيعيش في بيت واحد بعد كده؟ بس استاذن حضرتك في التليفون. اتفضلي يا فندم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايز بس اكلم الاستاذ احمد. طيب نتشرف بيك. انا جمعة علاء. جمعة علاء، اتفضل. انت مين؟ الاستاذ احمد ده يبقى خالي، واحب اقول عمر. انت عمر ان هو يعني يخلي العزيز، وان شاء الله من نجاح لنجاح. عمر ازيك؟ عمر ازيك يا عمر؟ عمر على فكرة برضو من الحاجات الجميلة اللي فيه ان هو بيتأثر بشكل ايجابي، وانا احب ابارك لك طبعا على الهوا لان هو النهارده نجح في ثالثة اعدادي وطلع ان شاء الله من 10 الاوائل بتوع المدرسة. طيب ما شاء الله، الف مبروك. بتاعته ظهرت. الف مبروك. الف مبروك يا عمر. ده كله من فضل حضرتك. الله يكرمك. الله يخليك. قول لي بقى يا عمر، انت لسه صغير اهو في ثالثة اعدادي، ماشي؟ وطيش الشباب ده لازم يغلب، والتوجيه المباشر ساعات ما بيعجبكش. مش سامع حضرتك كويس. طب اعمل ايه؟ طيب اهو كده كويس. الو، كده سامعني كويس؟ سامع حضرتك انا كده. طيب دلوقتي يا عمر انت لسه في ثالثه اعدادي دلوقتي. ودائما السن اللي هو بيبقى مثلا من 12 لحد 18 سنه ما بيحبش النصيحه المباشره. كده عشان الصوت عندي مش واصل حضرتك، يعني مش واصل. اعمل ايه طب يا عمر؟ طب ما تكلمني تاني يا عمر، بس كلمني من تليفون صوته واضح. طيب انت سامعني كده؟ سامعك كده. سامعني؟ سامعك حضرتك. طيب بص يا عمر، دلوقتي انت سنك الصغير دوت، يعني انت لسه في ثالثه اعدادي. دايما السن الصغير ده ما بيبقاش يعني عايز توجيه بطريقه مباشره. انت ايه اكتر طريقه تحبها عشان تحس ان انت عملت غلط، او ان حد يوجهك لطريق سليم اللي انت تحبها؟ يعني الحاجه الغلط اللي انا عملتها مش سامعاك يا عمر. ايه؟ مش سامعاك، علي صوتك. يعني الحاجه الغلط اللي انا عملتها وحضرتك عايزني اشوف لا، انت بتحب الناس توجهك ازاي؟ يعني انت تتوجه ازاي، سواء احمد ولا سواء بابا او ماما؟ لا بصي، انا عامه في الناس يعني مصر دي ممكن هتطلع لفوق لو الناس هيبقى عندهم حاجتين بس، العدل والامانه. مصر اسمها غلط. لا انت كلمني تاني. حاضر. ماشي، قفل وكلمني تاني، مستنياك. طب بصي، انا مش ممكن ما اعرفش اكلم حضرتك دلوقتي يعني في برنامج تاني ان شاء الله. هي القصد من السؤال يا عمر بتقول لك ايه؟ انت دلوقتي لما بتعمل حاجه غلط، انت معايا؟ معاك. لما بتعمل حاجه غلط تحب انك انت النهارده لما حد يقول لك الصح ايه يقولها لك بأني طريقه؟ ان هو يقولها لي كاخ كبير ليا، كصديق، مش اللي هو النظام الزعيق والضرب. ايوه، التفاهم. بتفاهم يعني. طيب تمام، زي ما بقول معاك يعني. شكرا يا عمر، نورتني والف مبروك يا عموره. شكرين لك يا عمر والف مبروك. لسه مكملين مع بعض فترتنا والحديث عن اعلاء القيم الاخلاقيه. احنا كنا اتكلمنا معانا الاستاذ احمد كمال حسنين، استشاري محور التعليم والتدريب في استراتيجيه مصر للتنميه المستدامه وخبير التنميه البشريه. تليفوناتنا 239 23 711 و239 21 437. اتكلمنا في اللينك الماضي عن
عند الارتباط بيبقى بيئة وبيئة مختلفة. تمام. كيف يتم التعامل في الفترات الأولى وحتى في الجواز، يعني تمام. حتى الناس حتى بتتخطب بيبقوا عايشين بعيد عن بعض، انما بيقعدوا في شقة واحدة يا لهوي. طيب خلينا الحاجات اللي بتحصل بتحصل خير ان شاء الله. صحيح. طيب خليني اقول لحضرتك حاجة. في فترة قبل الارتباط بتبقى، بص، حكايه النهارده ان الواحد لما بيبقى خاطب واحده او هي خاطبه واحده، هي في حته منعزله وهو في حته منعزله وما بيشوفهاش غير كل مش عارف قد ايه والكلام ده عفوا ما بقتش موجوده. ليه؟ لان وسائل التواصل الاجتماعي بقت كتير وتواصل الاتصال بقت كتير والحياه بقت يعني صغيره قوي ان احنا نعرف نتقابل فيها بسهوله يعني. طيب التنوع بتاعها ده مفيد ولا مضر؟ ما هو مفيد لما بيكون بيخلينا نتعرف على الشخصيه اللي قدامي عامله ازاي. ما هو انا بتعرف على الشخصيه اللي دايما يقول لك الحديث اللي يجي بعد السلام والتحيه هو حديث الود. يعني بعد ما اقول لك ازيك عامله ايه اخبارك تقولي لي الحمد لله وانت اخبارك ايه، خلاص انا عرفت انت كويسه وانا كويس. اذا كنت بفتح حديث بعد كده الغرض منه غير ان يكون بيني وبينك ود. من خلال الاحاديث اللي زي دي، من خلال المواقف، من خلال القصص اللي بنحكيها، من خلال رؤيتنا لبعض الامور اللي بتحصل، بنقدر نعرف هل احنا بينا حاجه مشتركه ولا لا. هل اهدافنا مشتركه؟ اخلاقنا مشتركه؟ بيئتنا مشتركه؟ طريقه لغه الحوار بيننا مشتركه؟ اهدافنا في العمل الحياه بتاعتنا مشتركه؟ طموحنا مشترك؟ هل ممكن نعرف ان احنا نتكامل مع بعض، نتكافل مع بعض، نتعاون مع بعض، ولا هنكون على طول الطريق صداميين وفي خناق وفي زعل وفي وهكذا؟ طيب هو ان انا النهارده لما اختلف معاك وازعل ده معناه ان احنا ما ينفعش نبقى لبعض؟ لا ابدا، بالعكس، ده الاختلاف بيبين قيمه الانسان عند الاخر. الاختلاف شيء صحي جدا لانه بيديك حق في المساواه معايا وبيديها حق في المساواه معاها ان هم يختلفوا ويطرحوا هم الاثنين رؤيتهم. بس التعنت بقى هو الوحش. يعني ايه التعنت؟ يعني في ناس تختلف مع بعض فتبدا تقول لك لا هو لازم يكلم، لا هي لازم تكلم، لا انا ما ببتديش، لا هي ما ببتديش. طب جميل، العند ده ممكن يكون موجود، لكن هو انا عايش في جزر منعزله ولا في اصدقاء حوالينا ممكن ان هم يقربوا وجهات النظر؟ لا، في اصدقاء حوالينا ممكن يقربوا وجهات النظر. في حكم من اهلي او حكم من اهلها ممكن ان هم يقربوا وجهات النظر، او وجود حكم من اهلي وحكم من اهلها ويقربوا وجهات النظر. طيب استخدم مين؟ الاقرب، واللي يقدر ان هو يوصل المعلومه بتاعتي او يوصل النصيحه بتاعتي او يوصل الرؤيه بتاعتي او الحاله بتاعتي بكل امان. مش كده؟ طيب وده مهم. دائما في صفات كده بتتهمها السيدات للرجال. حاضر هرد على التليفون، حاضر هقول بس السؤال ده على طول التليفون على طول. وفي صفات بيتهمها الرجال للسيدات. ايه هي؟ بعد التليفون. ماشي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذه شيرين؟ اهلا يا وفاء، يا هناء. ازيك يا هنا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. وحشتيني. وحضرتك والله اكتر. الله يخليكي يا هنوء، اتفضلي يا قلبي. انا بس عندي سؤال. يعني انا دلوقتي ليا صديقه يعني بختلف معاها كتير جدا، وفي نفس الوقت مش عايزه اخسر صداقتها. يعني انا حاولت معاها كذا مره افهمها الحاجات اللي انا ما بحبهاش. يعني اخر حاجه توصلت اليها ان انا قلت لها يعني احنا ازيك الله يسلمك، ما فيش اكتر من كده، والتعامل يبقى في حدود. فانا مش عايزه اجرح مشاعرها او لحد دلوقتي محافظه على الصداقه بتاعتها. ايه الاسلوب اللي انا اتبعه معاها علشان ما اخسرهاش؟ هي بتعمل لك ايه بقى يا هناء؟ لا يعني بص حضرتك، ممكن نختلف في اي حاجه ونتصالح، فتفتح تجيب القديم والجديد. يعني عارفه حضرتك اللي ايه اللي بيبقى على طول بقى. انا مش عارفه اقولها لحضرتك ازاي بس. يعني بيجيب القديم والجديد، بتفتح في القديم قصدك يعني مثلا كنا انتوا في خلاف النهارده واتصالحتوا بكره، تقول لك فاكره من شهرين ومن 5 سنين عملتي فيا ايه؟ زي ما بيقولوها ببساطه كده بتخزن يعني. بتخزن. طيب انت مش عارفه تتعاملي معاها ازاي؟ طيب ماشي، نتعامل معاها ازاي وهي معانا على التليفون دلوقتي؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش كل اللي بنحبهم لازم نتعامل معاهم، ولا كل اللي بنكرههم ما ينفعش نتعامل معاهم. يعني ما هو في حاجات مشتركه موجوده، هي صاحبتها وعايزه تحتفظ بيها. احنا بنقول اهو في حاجات مشتركه ما بيننا وينفع ان احنا نكمل عليها، ولا اني انا لما اقول لك ازيك وانت كويسه وانا الحمد لله وبطمن عليك وبتطمني عليا افيد.
ما ينفعش صاحبتها. ما بنقول صاحبتها، ما هو انا النهارده صديقي وتمام وكل حاجه وكويس ومفيش مشكله، بس اختلفنا وبنحاول ان احنا نصلح، بننفر من بعض اكتر، فكل ما نقرب ننفر. طب ما يمكن حته البعد دي تولد نوع من انواع الحنين، تولد نوع من انواع الدفء للمشاعر. ممكن النهارده لما ابدا اقعد مع نفسي ساكت كده ومفيش اي تاثر سلبي لما بنحتك مع بعض ويحصل شراره ما بيننا، واقعد كده شويه لوحدي افتكر شويه كلام حلو، شويه مواقف حلوه في حين، وابدا ان انا اتعامل بشكل ايجابي. ما هو البعد مش كله جفا، البعد برضه فيه نوع من انواع التفكير والتامل والتحليل. ايه اللي بيحصل وحصل ليه؟ زي ما قلنا في الاول انك انت يا بتواجه يا بتحلل يا بتفكر. طب ما انا لما ابعد يمكن اعرف اشوف الرؤيه احسن وانا بعيد عن التاثر النفسي او الضغط النفسي اللي كان موجود وانا جوه الموقف. مش كلنا احيانا بعد ما بيخرج من موقف معين يبدا يبص له كده بشكل عقلاني، يقول الله انا اتصرفت كده ازاي او عملت كده ازاي او كنت بتصرف، طب ليه ما قلتش كذا؟ ليه ما عملتش كذا؟ ليه؟ لان هو الاثر السلبي او الاثر والضغط النفسي اللي كان عليه هو خرج بره. فده مفيد. ممكن النهارده لما ابعد شويه افكر اكتر، احدد اكتر، احط اولويات اكتر، احن اكتر، ابدا اقول انا كنت غلط هنا واللي قدامي غلط هنا. طب انا هقبل الغلط اللي فيه ده او الشكل المشكله اللي فيه ده او الشكل السيء اللي فيه ده ولا مش هقبله؟ وهقبله بنسبه كام في الميه؟ طب والنسبه اللي مش هقبلها هتعامل معاها ازاي وهحلها عشان استمرار العلاقات عموما. عرفتي يا هناء؟ نعم. عرفتي ولا لا؟ عرفت. طيب ماشي يا هناء، ربنا يجمعكم دايما على خير يا رب ان شاء الله. شكرا يا هنو، شكرا، باي باي، سلام. طيب اقول بقى اللي كنت هسأله. دايما الرجاله بتصف الستات بانها رغايه على طول. ما خلينا لا مش رغايه، ده في افظع من كده. اسكت ده هو نكديه زنانه. رغايه دي لا بقى رجاله وستات رغايه. اصل زنانه يعني رغايه، نكديه يعني بتتكلم كتير وتقعد تقول لي في وفي يعني رغايه، فكل حاجه هتيجي تتكلم فيها تحطيها تحت كلمه رغايه. طيب ماشي، ده الرجاله بيتهموا الستات بكده. الستات بقى بيتهموا الرجاله مش مهتم بيا. لا هنعملها عنصريه مش هتبقى قد ده، انا هجمع لك ستات المستمعين كلهم. ده مش مهتم بيا، ده ده انا رجعت امبارح متاخره وما سالش عليا، ده بقاله ده اتغيرت. انت مش زي الاول. ايوه الكلام ده مش بتهتم بيا. دايما المراه عايزه عنصر الاهتمام على طول، والراجل عايز مش عارفه عايز ايه. عايز هدوء، مش عايز اكتر من كده. الزوجه الصينيه. طيب الاتهامات دي سائده، يعني احنا دي مش وليده مثلا هل هي الاتهامات دي مفيش قدامها كمان ايجابيات؟ لا اكيد، بس ما عارف الناس بتعمل ايه، بتفكر في السلبيات ما بتفكرش في الايجابيات. لا ما هقول لك على قصه كده حصلت، وده مش تحيز بس هو التاريخ اللي بيقوله. كان في احد الملوك عنده مراته بيحبها وبيعشقها جدا فوق ما تتخيلي. فالمهم هي قاعده في قصر كده فخم جدا وليه جنينه ومش عارف ايه، فواقفه في شرفه القصر ده بتتفرج، فلاقت بنات من اللي بيشتغلوا بيلعبوا في الطين. فهي عندها نوع يعني انا عايز اعمل انا كمان كده واجري واتنطط واعمل واخبط في الطين ساعه كده يعني. فراحت قالت له انا عايز اعمل كذا 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 كذا. قال لها حاضر بس اديني ايه يعني يوم وهتعملي اللي انت عايزاه. راح نقلها انقى وافضل انواع الطين وحطه لها في مكان معين وقال لها ايه العبي هنا بالظبط. بعد فتره اختلف. فقالت له ده حتى المكان اللي قلت لك عايز العب فيه في الطين انت استخسرت فيه وديتني مكان تاني يا وحش. طيب هو بس الفكره اللي انا عايز اقولها ايه، دايما بيقول لك كده يعني سمه الحب هي الاختلاف. او زي ما بتقولي كده ان انا النهارده انخشك وتناغشني او تنكشني، او انك انت يكون في نوع من انواع الود اللطيف اللي ما بيننا كده في الاختلاف والنكش، ده جميل. لكن اختار الوقت. ما هو اختار الوقت المناسب اللي انا اعمل فيه ده. يعني ما ينفعش ان اكون في عز شغل ولا تليفون انت فين بتعمل ايه ما سالتش ليه، طب اصل حصل وحصل. وما ينفعش النهارده ان انا ممكن اكون مضغوطه من العيال او مضغوطه من جو البيت او مضغوطه من اي شيء واخش الله انت ما بتتكلميش معايا ليه، انت مش عارف ما حضرتليش ايه. فزي ما بقول لحضرتك كده المطلوب ان انا افعل الشيء في وقته. كل حاجه حلوه في وقتها. بس هتلاقي الحياه سليمه وجميله. والتجرد بقى التجرد من التميز العنصري. والله انا شايف ان انا بتميز عنك بكذا وانت بتتميزي وانا شايف ان انت بتتميز عني بكذا. التميز العنصري ده لازم نبدا ان احنا ايه يعني ايه اللي يدوب روتين الحياه.
مفيش يعني كبسوله تداوي بروتين الحياه قد الكلمه الطيبه، قد المعامله الطيبه، قد المواقف اللي ممكن يكون لها اثر ايجابي اعيش عليه. زي ما اكون كده بتعمل معايا موقف، فده بيخليني اعرف اتنفس الحياه وصعوباتها لحد ما احس كده انه كده عايزه جرعه كمان. طب خليني اقول لحضرتك على حاجه، قصه عن الوفاء. واحنا كشباب الايام دي اكيد بنتعلم من الجذور بتاعتنا اللي هي اهالينا، مش كده؟ طيب خلينا اديك قصه كده عن الوفاء بين زوج وزوجته. طيب استاذن حضرتك نسمع قصه بعد اذان العشاء الذي حان موعده الان حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره. لسه مكملين مع بعض فترتنا، والاستاذ احمد كمال حسنين استشاري محور التعليم والتدريب باستراتيجيه مصر التنميه المستدامه وخبير التنميه البشريه. دلوقتي احنا يعني بنتكلم ازاي كنا هنحكي قصه. صحيح. القصه ايه؟ قصه الوفاء ما بين 2 ازواج زي ما بنقول كده، اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ولا ليه مستقبل، واذا كنا احنا بنستمد كفروع للاهل حياتنا وتجاربنا، فاكيد بنستمدها من الجذور بتاعتنا. فالقصه بتقول ايه؟ كان في راجل كبير في السن، في اواخر السبعينات كده في العمر، وهو رايح مشوار ما انجرح في ايده. الجرح كان قطعي فمحتاج ان هو يتخيط، فدخل على اقرب مستشفى. المهم طبعا في حاله زي ديت انت عارفه بيبقى فيه اهتمام سريع عشان تخيط الجرح والنزيف والسن والكلام ده كله، فخلاص خلص الموضوع. بعدها بكام يوم او بفتره ما خلص الجرح خف وعايز ان هو يفك الايه؟ الجرح بتاعه، يفك الخياطه دي. المهم اتوجه للمستشفى، ابتدى ان هو يقعد ينتظر، الوقت بيعدي، ابتدى يقلق، ابتدى ينادي على الممرضه، ابتدى يتكلم، ابتدى الموضوع يبقى فيه توتر، ابتدى يطلب مسؤول، جاله دكتور، فقعد معاه قال له انا سامع انتظرنا هنا، جاله الدكتور، ايه خير حضرتك يعني مستعجل؟ واحنا برضه عندنا حالات. قال له انا عايزك تفك لي لان عندي مشوار مهم. قال له يعني خير عند حضرتك مثلا، هو بيفك له طبعا الغرز. ففي حديث انساني كده بيحصل. احنا اسفين احنا عطلناك، بس انا يعني في حاجه عند حضرتك خير يعني من باب الاطمئنان، رايح مشوار معين او جهه حكوميه فخاف الوقت يعدي. قال له لا، انا مراتي جنبكم هنا في دور الرعايه، ومتعود كل يوم اخد فطار ونروح نفطر سوا. فالراجل يعني برضو الفضول خده شويه الدكتور الطبيب ده، فبيقول له طب هي ليه في دور الرعايه دي؟ قال له مراتي من 5 سنين اصيبت بالزهايمر، فهي بالنسبه لها هناك هيبقى المكان افضل في الرعايه، وانا في سن كبير مش هقدر ان انا اراعيها، وفي نفس الوقت احيانا بخرج اجيب حاجه بتاع، فممكن هي تخرج دكتور ولا حاجه، فالمكان بالنسبه لها مؤهل ان هو ايه يراعيها. وانا بروح اخد الفطار وافطر معاها واقضي اليوم ونتغدى ونقعد طول اليوم واروح على النوم واجي تاني يوم على طول. فقال له طيب هو حضرتك لو اتاخرت شويه عليها تزعل؟ قال له لا، هي ما بتعرفنيش اصلا لانها عندها زهايمر، فهي مش عارفه انا مين. قال له طب طالما هي مش عارفه انت مين، انت مستعجل قوي على الفطار معاها ليه؟ قال له اذا ما كانتش هي عارفه انا مين فانا عارف هي مين، واذا ما كانتش هي فاكره انا مين فانا فاكر هي مين. فنوع من انواع الاخلاص. شوفي قد ايه، شوفي الاخلاص والوفاء قد ايه. يعني اذا ما كانتش، شوفي الرد، انا اذا ما كانتش عارفاني بس انا عارفها، وانا اللي متذكرها، وانا اللي انا فاكرها وعارف وحافظ وفاهم وحاسس بكل اللي بيننا. افتكر ان مفيش اعلى من كده كل لا طبعا. موجود ده في الزمن ده ولا خلاص؟ اكيد موجود ان شاء الله، كلنا قصص كجيل برضه يستمدها الجيل اللي بعدين ان شاء الله. نرجو السلامه ونرجو اعلاء القيم الاخلاقيه ونرجو التسامح ونرجو الامانه ونرجو الصدق ونرجو الوفاء والاخلاص بين الناس كلها. يعني عايزه اروح الحب تعم. اسمحي لي بمناسبه الوفاء والاخلاص ان انا اقول لوالدتي كل سنه وهي طيبه، كل سنه وهي طيبه، سنه والسعاده تملا قلبها بمناسبه ان عيد ميلادها بكره ان شاء الله. طيب كل سنه وانت طيبه. عايز اقول حاجه مهمه كمان على ذكر الامهات والابهات طبعا. ان الوالدين لينا بيتعبوا وبيشقوا وبيعملوا كل حاجه في الدنيا متعبه او مهلكه بالنسبه لهم علشان حلم واحد بس، ان هم يشوفونا احنا سعداء. اكتر حد يتمنى ان انت تبقى احسن منه هو الاب والام. ومفيش حد في الدنيا ممكن يحب الواحد زي امه طبعا. صحيح. وابوه برضه. وابوه طبعا اكيد طبعا الاثنين، يعني مفيش حد في الدنيا يحبك قدهم. يعني كل سنه وانت طيبه. الله يخليك. ويا رب سنه سعيده عليكي ودايما ماليه حياتنا كده بالدعاء يا رب والفرحه دايما ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا احمد. بشكر الاستاذ احمد كمال حسنين استشاري محور التعليم والتدريب باستراتيجيه مصر للتنميه المستدامه وخبير التنميه البشريه. ويا رب يعم السلام
ويعم الحب ما بيننا دائما، هو ده اللي هيبقى، وتبسمك دائما في وجه اخيك حسنه صدقه. شكرا لكم اعزائي المستمعين، سعدت بكم شيرين دسوقي من اسره المذيعين، كنا معاكم محمد ابراهيم وعاطف الشيخ. الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.